أدلة جديدة تهز قضية أشرف حكيمي، وشهادة صادمة من كيليان إمبابي تدافع عنه بكل قوة. هل تبرئ هذه الشهادة النجم المغربي من التهم الموجهة إليه، أم تزيد الأمور تعقيداً؟ وفضيحة تحكيمية تهز أركان الكاف، والمغرب يرد بقوة، وفوزي لقجة يتحرك لعزل المسؤولين ويقترح قرارات غير مسبوقة. تابعوا معنا لتكتشفوا كل التفاصيل. كشفت مصادر مطلعة عن مستجدات مثيرة تتعلق بالشكاية الرسمية التي تقدم بها الاتحاد المغربي لكرة القدم إلى نظيره الاتحاد الأفريقي الكاف، وذلك عقب المباراة النهائية التي جمعت المنتخب الوطني النسائي بنظيره النيجيري، والتي أثارت جدلا واسعا بسبب قرارات تحكيمية اعتبرها الجانب المغربي مجحفة، وأثرت بشكل مباشر على مجريات اللقاء ونتيجته النهائية. وبحسب ذات المصادر فقد أسفرت هذه الشكوى عن أولى تداعياتها الرسمية، حيث تم اتخاذ قرار بإقالة الحكم الإيفوالي ديزيري نورمانديز من منصبه كرئيس لقطاع تطوير التحكيم داخل الكاف. ويعد هذا القرار إشارة قوية إلى أن الاتحاد الإفريقي بدأ يتجاوب مع الضغوط المغربية، كما يعكس حجم الجدية التي تعامل بها المسؤولون المغاربة مع ما اعتبروه ظلما واضحا في حق المنتخب الوطني. لكن يبدو أن هذه الخطوة ليست سوى البداية، إذ كشفت المصادر أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع يعد خطة تحرك أكثر شمولا داخل أروقة الاتحاد الإفريقي. فبحسب المعلومات المتوفرة فإن لقجع لا ينوي الاكتفاء بعزل المسؤول التحكيمي، بل سيستغل الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للكاف، والمقرر عقده في تنزانيا على هامش نهائيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين الشان، لطرح سلسلة من التوصيات والمقترحات تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة التحكيمية داخل القارة الإفريقية. ووفقا للمصادر ذاتها فإن من أبرز هذه المقترحات تعزيز تمثيلية حكام شمال أفريقيا في مختلف لجان التحكيم التابعة للكاف، وذلك بهدف تحقيق نوع من التوازن الجغرافي والمهني داخل هذه اللجان. دعوة لاستخدام حكام من خارج القارة الأفريقية خصوصا من أوروبا لإدارة المباريات الحاسمة خلال المسابقات الكبرى مثل كأس أفريقيا، وهو مقترح غير مسبوق قد يثير جدلا واسعا داخل أوساط كرة القدم الأفريقية. وقد بررت المصادر هذا التوجه المغربي بالتأكيد على أن الاتحاد المغربي لا يشكك في نزاهة جميع الحكام الأفارقة، لكنه يرى أن استخدام حكام دوليين من خارج القارة خصوصا للمباريات التي تحدد مصير البطولات سيساهم في تبديد أي شبهات أو اتهامات بالانحياز، ويعزز من مصداقية المنافسات ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات المشاركة. وأضاف المصدر نفسه: الاتحاد المغربي يكن كل الاحترام لبطولة أفريقيا وللحكام الذين يشرفون على إدارتها، لكن الواقع يفرض علينا العمل من أجل تطوير هذا القطاع الحساس، لأن التحكيم العادل والاحترافي هو أساس أي بطولة ناجحة. ويرتقب أن تطرح هذه التوصيات للنقاش خلال الاجتماع المرتقب في تنزانيا، والذي سيكون محطة مفصلية في مسار تطوير التحكيم داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وفي حال تمت المصادقة على بعض أو كل هذه المقترحات فقد يكون لذلك تأثير بعيد المدى على شكل وهيكلة التحكيم القاري، وعلى صورة الكاف كمؤسسة تسعى لإرساء مبادئ العدالة والشفافية في تنظيمها للمنافسات الرياضية. شهادة اللاعب الفرنسي الشهير كيليان إمبابي كانت محوراً رئيسياً في التحقيقات القضائية المكثفة التي تتعلق بالقضية الحساسة التي تواجه من خلالها اللاعب المغربي أشرف حكيمي اتهامات جدية. فحسب ما نشره موقع تيليغرافي في تقريره المفصل، أدلى إمبابي بشهادته أمام المحققين بصورة واضحة وحاسمة، مؤكداً أنه لم يشاهد أو يلاحظ أي تصرف غير لائق أو مسيء من جانب حكيمي تجاه النساء، حتى في الأوقات المتأخرة وأثناء جلسات السهر التي جمعتهم. وأضاف إمبابي أن حكيمي كشف له بوجود ملامسات متبادلة بينه وبين المدعية، ولكنها كانت بدون أي رفض أو مقاومة من الطرف الآخر، مشددا على أن العلاقة بينهما لم تتطور إلى أي مستوى
وفي سلسلة تصريحات نقلتها عدة وسائل إعلام دولية بارزة مثل إنديا تايمز وزمين دوت أوز، وصف مبابي حكيمي بأنه رجل يحترم النساء بشكل كبير ولا يقبل بأي تصرف غير لائق، وأكد أنه لم يشهد يوما تصرفات مسيئة أو غير محترمة من قبله، مشددا على عمق صداقته القوية مع حكيمي ومتابعته الدائمة لسلوكه وأفعاله في مختلف المواقف. كما أوضح موقع موروكو وورد نيوز أن مبابي كان بالفعل مع حكيمي في تلك الليلة التي وقعت فيها الأحداث، وأن حكيمي كان في حالة انهيار عاطفي واضح نتيجة الضغوط النفسية الكبيرة التي يمر بها، وهو ما يعكس براءته من التهم والاتهامات الموجهة إليه. تتصاعد درجة الإثارة والتوتر في القضية مع ظهور تسريبات رسائل واتساب خاصة بين المدعية وصديقتها المقربة، كما ورد في تقرير مشترك نشره e-news.bangla وليكيب. هذه المحادثات المسربة تكشف عن وجود نوايا مالية واضحة ومحاولة لاستغلال حكيمي ماديا، حيث تضمنت رسائل تتحدث بعبارات صريحة مثل سنسرقه ونجعله يتحمل المسؤولية بشكل متعمد ومدبر. قبل اللقاء المزعوم أرسلت المدعية رسالة واضحة تقول فيها سأستغل الموقف، ثم ناقشت مع صديقتها موضوع حذف بعض الرسائل بعد اللقاء بهدف تفادي وجود أدلة قد تستخدم ضده. وبالرغم من أن المدعية وصديقتها وصفتها لاحقا هذه الرسائل بأنها مزاح أسود لا أكثر، إلا أن هذه التصريحات تتعارض بشدة مع الرواية الأولية التي قدماها أمام السلطات والشرطة. من جانبها أكدت محامية الدفاع الشهيرة فاني كولن كما جاء في تقرير موروكو وورد نيوز وجود أدلة دامغة وقوية تنفي صحة الاتهامات الموجهة إليه، مشيرة إلى غياب أي علامات نفسية أو جسدية تدعم رواية الاعتداء أو العنف على المدعية. وأوضحت أن الرسائل المسربة تشكل دليلا واضحا على وجود محاولة لاستغلال مالي وابتزاز، وأن حكيمي بريء تماما من هذه التهم الخطيرة. مع ذلك يظل القضاء الفرنسي متمسكا بموقفه، حيث طالب الادعاء العام الفرنسي بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية للنظر فيها بشكل رسمي، وذلك وفقا لما نقلته تقارير ليموند الرفيعة المستوى. وفي حال ثبوت إدانة حكيمي قد يواجه عقوبة صارمة تصل إلى 15 عاما في السجن، ما يجعل القضية في غاية الخطورة بالنسبة للاعب المغربي. ويرى فريق الدفاع أن هذا الطلب غير مبرر تماما في ظل الأدلة والبراهين التي قدموها والتي تشير إلى براءة موكله. كان هذا كل شيء لليوم. شكرا على المتابعة، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.